الشرطة جندوا على مستوى 10 محطات لضمان أمن وسلامة المسافرين. سهام موسى رزوق أعدت الروبورتاج التالي. هي أول دفعة على المستوى الوطني لوحدة شرطة المترو، يعود إنشاؤها إلى شهر فيفري عام 2010. تضم قرابة 400 عون استفادوا من تكوين قاعدي ومتواصل في سلك الشرطة. في فيفري 2010 قرر إنشاء وحدة شرطة المترو الجزائر، والذي تدخل في إطار بما يسمى شرطة النقل، الذي تضم تأمين شبكة النقل عبر الأنفاق، الترامواي والتلفريك. يتلقى عوان شرطة المترو دروسا تطبيقية ونظرية وتكوينا نوعيا وكيفيا نظرا للمهام الموكلة إليهم داخل نفق المترو، مهام تتعدد أوجهها. رافقنا أعوان شرطة المترو لمعرفة العمل الميداني. يبدو المهام صعبة، تتطلب الحيطة، الحذر واليقظة، كل هذا من أجل ضمان سلامة وراحة المواطن. كان تكوينا متنوعا ومتخصصا شمل دروس فيما يخص تدخل عناصر الشرطة ودورهم في المحطات. يتم اختيار أعوان شرطة المترو وفق معايير وشروط يجب أن تتوفر في العون، إذ يتلقى تدريبات رياضية وأنواع مختلفة من الرياضات الدفاعية. لازم يكونوا يتمتعوا بقدرات بدنية ممتازة، ثم كاين تكوين تاع كيفية التدخل. قلنا الخصوصية أنه راح نتعاملوا مع الناس ومع المسافرين، راح نحفظوا النظام العام ونسعى إلى تطبيق القوانين تحت الأرض. وستتوزع هذه الوحدات على 10 محطات انطلاقا من محطة حي البدر إلى غاية محطة البريد المركزي، كل هذا بهدف تأمين عربات المترو والأرصفة والمحطات وضمان سلامة المواطن داخل النفق.